السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي راكم لاباس؟ راكم بخير ان شاء الله. هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. كما تعودنا حبيبتي، قبل ما نبداو الفيديو تاعنا لنا اليوم صلوا ونسلموا على النبي عليه افضل الصلاة وازكى السلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا البنات، كان بابا جاب لي السلعة تاع الشهر كيما مداري. دونك طحت فيها، كنت ديجا نقيت الكوزينه ونقيت لي شامبر اي تو، ومن بعد قلت نخمل هاد السلعه ليه ابخي نشوف شنو ندير للفطور. كنت بديت نخمل فيها، كان جاب لي الصوالح كاع اللي قلت له عليهم، وبديت نستف فيهم في لي بواط. خويت كاع هذوك لي بواط اللي كانوا ديجا فيهم، حطيتهم اكوتي، عمرت فيهم جدد وعاودت رجعت هذوك القدم كيما كانوا، وستفت كاع هذوك البلاكار. راكم عارفين لازم كل يوم بلاكار تمسحيه وتمسحي كاع هذوك لي بواط وتمسحي باش توجور تقعد لك الحاله نقيه ونظيفه. ومن بعد خممت باش ندير لهم حاجه للقهوه باش نتقهووا بها العشيه، وقلت علاش ما نديرش هاد لا روسيت. تبعوا معايا. هنا عندي 5 حبات بيض يكونوا بدرجه حراره الغرفه، زدت عليهم قرصه تاع الملح وكاس موان دو دوا، باسكو انا هذاك الكاس عندي يرفد 220 مليلتر. فوالا، ونضربوهم بيان 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 بالباتور حتى يتغير اللون تاع البيض يولي ابيض كيما راكم تشوفوا. فوالا، ومن بعد نزيد عليه 3 مغارف تاع الزيت، زيت نباتي، ونزيد عليه الزست تاع السيترون. انا ما كانش عندي انا لافاني، قلت ندير الزست تاع السيترون، عطا بنا بزاف شابه. فوالا، وزدت عليه كاس تاع 220 فارينه، واللي كنت غربلته بيان سور. لازم نغربلو كاع المكونات باش ما يبقاوناش هذوك الحبيبات في العجينه تاعنا. ونبداو نخلطو بهاد الطريقه، ناسيو باش من نهبطوش هذيك الخليط اللي كنا درناه مع بعض. ونزيدو نديرو الكميه الثانيه، هذاك الكاس نقسموه على 3 دفعات. درنا الكميه الاولى ونزيدو الكميه الثانيه، وهنا بقات الكميه الثالثه نغربلها تاني، ونزيد لها حوالي مغرف تاع اللي نسكرو بها القهوه تاع خميره تاع الحلويات، ونغربلها ونخلط الكل مع بعض بهذه الطريقه وبنفس الاتجاه. ناسيو لو ماكسيموم باش من نهبطوش هذيك الخليط تاعنا. انا كنت جبت السنيوه تاعي اللي تدخل الفرن ودهنتها بفرشتها بلوتو بالبابي كويسون، وزدت دهنتها بالزبده باش نيفيتي كاع اي التصاق، نيفيتيه. وبديت نايطالي في هذيك العجينه تاعي بيان باش يجيني كاع نيفو واحد. هاد لا جينواز، هاد لا روسيت شيرة تعتمدوها باسكو ناجحة 100%. تبعي مليح الخطوات اللي راني ندير فيهم وتنجح لك من اول مرة. هنايا كنت خبطت البلا شوية باش تايطالع معايا كاع، وندخلها للفرن على درجة حرارة 180 درجة، شعلت عليها من الفوق ومن تحت لمدة 10 دقائق فقط. يبدا يتغير اللون تاعها. انا كنت نسيتها غير شوية، كانت رايحه باش تنحرق مي الحمد لله لا ديرنيير مينوت. فوالا، خليتها تبرد وقلعتها من البابي هذاك الكويسون، وعاودت شوفوا البابي كويسون لويته بيها، ما لويتهاش هي باسكو كنت لويها وحدها تلصق لك في بعضها بعض. وكنت هنايا ابخي ما بردت لي شربتها بالشويه تاع الحليب. تقدري ما تشربيهاش اللي تبغيها ناشفه، مي انا نبغيها شويه مشمخه، شربتها بالشويه تاع الحليب ماشي بزاف ما كترتش. وكنت حضرت لها لا كريم شانتيي، باردون، لا كريم شانتيي. درت كاس تاع بودرة شانتيي مع كاس غير ربع تاع حليب يكون بيان غلاسي، ونخلطوه بيان
حتى يولي هذا القوام تاعها. من بعد نحطوا هذيك لا شونتيي تاعنا فوق لا جينواز، ونبداو نديرو طبقه خفيفه، ما نديروش طبقه ثقيله بزاف. فوالا بهذا الشكل نسيو باش نيطالوها كاع في هذيك الجينواز. انا كانت عندي حبه تاع البنان قطعتها دي بتي كوب ودرت عليها عصره تاع الليمون وبديت نحط فيها فوق هذيك لا جينواز، ونبدا نرولي فيها بهذه الطريقه. الفيديو راه معبر. وندخلها للثلاجه حوالي 10 دقائق فقط، قسمة تمسك برك. فوالا هنا ابخي ما خرجتها من الفريجيدير كانت باقيت لي هذيك لا كريم شونتيي، زدت درتها كاع من الفوق، ودرت في الجوانب كان عندي كاوكاو ايفيلي، درت لها كاوكاو ايفيلي وزينتها بالشرائح تاع الليمون. التزيين دائما وابدا يبقى اختياري انتيا وما عندك في الدار. الا عندك شوكولا تقدري ديري شوكولا، تقدري ديري الكراميل، كل وحده وش عندها في الدار. ابخي ما كملت هنايا الجينواز حطيت القهوه بالنسكافيه مشروبي المفضل. قاعدة نشوف البارح قال لك زعما نسكافيه بلوطار دير امراض، قلت لهم دير امراض ولا ما ديرش، لازم نشربها مع الحشيه سينو ما نكملش نهاري نيشان. هنايا كنت نقسم معكم هذيك لابوش او الكيك رولي. فوالا جا بزاف بزاف بنين، وبهذيك النكهه تاع الليمون اللي درناها جا ما شاء الله. فوالا وتقهويت، ومن موراها قلت علاش ما نديرش البيتزا كاري. كانوا قاع ديروها، انا هاد البيتزا كاري على طريقتي. درت فيها كاس تاع حليب والنص كاس تاع الماء يكونوا دافين بيان سور، ونزيد عليها مغرف كبيره تاع خميره الخبز ومغرف تاع السكر، نخلوهم يتفاعلوا بيان مع بعض. ونزيدوا عليهم ربع كاس تاع الزيت، ونبداو نزيدوا في الفارينه، ومن بعد نزيدوا مغرف صغيره تاع خميره الحلويات، ونزيدوا الرشه تاع الملح. هذه هي لاباط الاصليه تاع البيتزا، ما فيها ني بيض ني غيان دو تو. فوالا ونخلط هذاك الخليط اللي درناه. فوالا ما نعجنوش، انا راكم تشوفوا فيا غير بالاطراف تاع الاصابع برك، نلم العجينه تاعي ونأسي باش نخبطها بيان باش تولي لي هذيك لاباط ليس. ونزيد نكمل الكميه تاع الفارينه اللي عندي. شوف هذه لا تيكستور تاع العجينه، ما تكونش ناشفه بزاف وما تكونش تاني طريه، نوعا ما تتلاصق. زدت عليها رشه تاع زيت الزيتون وخليتها تخمر في غردها لو طون اللي نوجد لاصوص. فوالا نغطيها بالبابي سيلوفان ونخليها اكوتي. هنا من بعد ما خمرت معايا العجينه، فوالا نلمها كاع، نعاود نهبط هذيك العجينه كامل ونبدا نيطالي فيها سور لو بلاطو. راح تتيطالا معاك فاسيلمون، ماش كاع تغبنك ولا ترجع لك ولا شغل عجينه ما شاء الله كيما راكم تشوفوا في الفيديو. فوالا هنا كنت حليتها ونسيو باش نقلبوها باش نيفيتو اي التصاق. هنا كنت حليتها بيان ودرتها في هذا لو بلا اللي يدخل عندي للفوق، بلا كبير. لاصوص هنا عندي لاصوص، درت لاصوص طوماط، درت عليها ورقه تاع الرند ومرق صغيره تاع طوماط كونسونطري وشويه حروس كنجبير والكركم
وربع كاس تاع الماء، وخليتها براحتها وشويه تاع الملح حتى اللي نشفت لي، وخليتها بردت. هنا كنت ايطالي كاع هاد لاصوص انايا نعتمدها في لي بيتزا تاوعي كاع اون جينيرال. فوالا نايطالي كاع هذيك لاصوص في لو بلا. وهنا كانت عندي كميه من الخضار متنوعه، كان عندي الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر والبصل، هادو يعطوا بنه بزاف شابه في البيتزا. وهنا كانت عندي هذا النوع الاول من الفرماج فوندو، يعطي تاني بنه شابه في البيتزا. كما نعرفوا البيتزا هي الاساس تاعها سي بيان لو فرماج. فوالا ندير الفرماج. وهنا كلمسه اختياريه من عندي انايا، نبغي فيها لو غو تاع لا كريم فريش، درت لها شويه تاع كريم فريش، ودرت الحبيبات تاع الزيتون. الوغ ما تتقيديش بالشي اللي راني ندير فيه، شوفي نتيا واش يكون عندك طون ولا يكون عندك مايس ولا يكون عندك دجاج ولا يكون عندك بولي اشي ولا فيوند اشي ولا انتي وما كان عندك في الدار. انا هادو هما المكونات اللي كانوا عندي في الدار. الوغ هنا دخلتها طيب على درجه حراره 180 من الفوق ومن التحت. كي بغيت نطفي عليها عاود خرجتها، درت هذا النوع الثالث تاع الفرماج، كان عندي غودا سبيسيال للبيتزا، كنت درته على كامل السطح تاع البيتزا. فوالا وزدت درت الرشه واللمسه الاخيره تاع الاعشاب المنسمه. هذه الاعشاب المنسمه عنصر اختياري، كيما تحبي ديريه تحبي ما ديريهش، سينو ديري زعتر ولا تاني يعطي جو بزاف شباب. هنا بعد ما خرجت البيتزا من الفوغ كنت نقسم فيها، جات طريه شابه ما شاء الله. و ميم طون قطعت لي كميه كبيره، درت لي هذا السني الكبير وسني واحد اخر صغير. فوالا هنايا كانت حاميه بزاف، حرقتني في صباعي. فوالا شوفوا جات بيتزا طريه شابه، خير من اللي تشريها برا من المحلات، ما تعرفيش كيفاش راهم يطيبوها، كيفاش راهم يديروا لاصوص. سا ديبون دو بريفيرونس ديريها في دارك احسن واحسن، ميم تفرحي افراد العائله تاعك. جات العجينه قطنيه ما شاء الله. فوالا ماشي معجنه بزاف، من الداخل فارغه وبنينه اون بلوس. وتكوني تاني دخلتي كميه تاع الخضار لوليداتك، ولا كاين اللي ولادها ما ياكلوش الخضرايتو. فوالا من يشوفوا بيتزا ومعها الخضره دوك اوبليغاتوار عليهم ياكلوها. فوالا كانت هدية لا فيديو تاعنا لنهار اليوم حبيباتي، نتمنى تكون نالت اعجابكم. ما تنساوش ديروا لي ابوني وجيم وكومنتير شباب كيما نتوما، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في امان الله.